الأنظار سلطت على القاعدة الجوية السابعة بخريبكا المغربية، والتي حط فيها سرب من طائرات أباتشي القتالية المتطورة، والتي تعتبر من أقوى المروحيات في العالم. الطائرات المصنعة من شركة بوينغ الأمريكية هي صفقة تمت خلال عهد ترامب الأول لتنفذ في عهده الثاني، مما صراحة يطرح أكثر من تساؤل. ما حاجة المغرب للأباتشي؟ هل ستقلب موازين القوى العسكرية في المنطقة؟ كيف ينظر إلى ذلك في هذه المنطقة ودول الجوار؟ إيه اللي ممكن يحصل في الفترة القادمة؟ الأباتشي وصلت إلى المغرب، أول 6 طيارات أباتشي من مجموع العقد 24 طيارة أباتشي AH-64E المقاتلة، أحدث طرازات الطيارة الأباتشي من إنتاج شركة بوينغ، وصلت اليوم إلى المملكة المغربية، و6 أشهر 6 تانيين لغاية ما يخلص 24. الأباتشي في المغرب والرعب في المرادية. أهلا بيكم، خليكم معايا. من أمريكا، قناة تهتم بالشأن الأمريكي والسياسة الدولية، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها مصر والأمة العربية. نبحث معا عن الحقيقة في طريق المعرفة. أهلا بيكم، أنتم معايا، أنا ماجد شرقاوي وأنتم معايا في طريق المعرفة. النهاردة خبر جميل، يعني نشوف معاكم الأخبار. موقع 360 LE 360 قال لك وصول أول مروحيات أباتشي إلى القاعدة الجوية بخريبكا. أول 6 أباتشي الموديل AH-64E الأمريكية المقاتلة. هقول لكم معلومات كتير قوي عليها دلوقتي واحنا بنتكلم. تعالوا نشوف الصور كمان عشان يعني نسعد وتسعدوا معانا بالصور اللي جت للمغرب النهاردة. فنكبر دي معانا كده ونشوفها مع بعض. دي صورها، ودي وهي موجودة على المركب قبل ما تنزل، ودي وهي نازلة، ودي عليها بص ايه، علم المغرب. ايه ده؟ ده تاج مين ده؟ ده التاج الملكي بتاع امير المؤمنين الملك محمد السادس. الله، دي وصلت فعلا، وعليها العلامات كمان، وعليها راية المغرب على ديل الطيارة. ده يعني كده ايه، بنقول صباح الخير عليكم في المغرب، ومبارك لكم على هذه الصفقة. هسبريس قالت أقوى مروحيات هجومية في العالم وصلت إلى المغرب عبر ميناء طنجة. الصحيفة قال في ظل استمرار التوتر مع الجزائر، المغرب يرفع ميزانيته الدفاعية ل 13 مليار دولار، جزء منها خصص لتصنيع الأسلحة. الحرة قالت 25 مليار دولار. تبون رئيس الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون يصادق على الميزانية الأضخم في تاريخ الجزائر. تضاعفت موازنته 3 مرات في بضع سنوات، ورصدت له 25 مليار دولار في 2025. لماذا تنفق الجزائر مليارات الدولارات على جيشها؟ سؤال أكيد مش عارفين إجابته. طيب نرجع بعد كده نتكلم معاكم في يعني إيه بقى موضوع الأباتشي ده، والأباتشي دي ممكن تعمل إيه، وليه بقول لك هناك رعب في المرادية النهاردة. تعالوا نشوف مع بعض. الأباتشي دي يعني اللي جم للمغرب هم 6 من مجموع العقد 24، هيتسلموا لسلاح الجو الملكي للمملكة المغربية. تمام. قالت بعض يعني المواقع والصفحات المهتمة بالشأن العسكري خبر هذه وصول المروحيات اللي قلتها، وانا جبت لكم الصور وهي موجودة في نزلت في المغرب وراحت على قاعدة خريبكا المغربية، وعليها شعار المملكة
عليها شعار القوات الملكية الجوية، وعليها التاج الملكي، تاج أمير المؤمنين الملك محمد السادس. طيب دي بالتأكيد هترفع يعني من القوة القتالية الهجومية للقوات المسلحة الملكية. أنا هقول لكم على حاجات في الطيارة دي، بس أنا جاني سر من الأسرار العسكرية إن هذه الطائرات تم تزويدها برادار خاص لرصد البوليساريو. يعني رادار مخصوص، أي بوليساريو يبان قدامه على الرادار على طول. فيعني معلش أنا متأسف، يمكن الكلام ده يضايق البوليساريو ويضايقهم وهم قاعدين في قاعدة تندوف دلوقتي وبيهروا. إذا كان إحنا بالطيارات المسيرة والطيارات الموجودة في سلاح الجو الملكي عملنا فيكم كل اللي حصل ده، أما لما يبقى في زيادة قدرات عسكرية وأجهزة رؤية ليلية، يا لهوي ده انتوا هتشوفوا حاجات كتير قوي دلوقتي. طيب تعالوا نتكلم معاكم بدل ما ناخد الكلام عشان يعني نضيعه على بوليساريو ولا اتنين اللي مش هيبقى منهم كتير الفترة الجاية. بتهيألي مش هيبقى منهم كتير. لو عندكم بوليساريو حافظوا عليهم ان سعرهم هيزيد الفترة اللي جاية ان هم مش هيبقوا موجودين في السوق. طيب قال لك ان فيها يعني متطورة جدا هذه الطائرات، وهي احدث النسخ المروحيات الاباتشي من انتاج شركة بوينج الامريكية. ويعني دي بكورة عقود، هقول لكم بعد بقية العقود ده. انا هخلي النهاردة المرادية يعني يخشوا الحمام ويطلعوا والحلقة شغالة يمكن 10-15 مرة. وبص هو في انتوسيد كويس قوي للإسهال، فلو عندكم انتوسيد يعني خدوا من دلوقتي، عشان يعني لو الموضوع زاد عن حده مش هتقدر تمسكها، فخدوا انتوسيد من دلوقتي قبل ما هتسمع الكلام اللي جاي. طيب ايه بقى هي مروحية الاباتشي دي AH-64E؟ فعالياتها ايه وقدراتها القتالية ايه؟ لما نبص كده في نظرة عامة، هي تعتبر أحدث إصدار ال AH-64E من سلسلة مروحيات الأباتشي اللي بتعتبر أكثر المروحيات الهجومية تطورا في العالم. على فكرة الطيارة دي منتج منها يعني 1200 طيارة فقط، تمام، وعملت 5 مليون ساعة طيران، منهم 1.2 ساعة طيران قتال، وأثبتت كفاءتها في عمليات عسكرية كثيرة جدا قامت بيها القوات الأمريكية في العقدين الماضيين. طيب ايه أنظمة التسليح اللي فيها اللي بتميزها؟ فيها مدفع رشاش M230 عيار 30 ملي، يتمتع بقدرة عالية جدا وبيطلق 625 طلقة في الدقيقة. يا لهوي، يعني ممكن يخلص على 625 بوليساريو في الدقيقة الواحدة. طب ده هم كلهم كام؟ ده احنا كده ممكن نخلصهم في ساعتين. وهو فعال ضد المشاة، ضد المشاة البوليساريو والمركبات المدرعة الخفيفة، يعني عربيات الدفع الرباعي اللي عليها الرشاش الام 50 اللي هم بيستخدموه. كمان بتتركب عليها وجاي معاها طبعا في الصفقة صواريخ AGM 114 اللي هي اسمه هيل فاير، يعني نيران الجحيم. تمام، الهيل فاير ده مضاد للدروع ومركبات المدرعة الثقيلة، الدبابات والمدرعات. كمان مزود بنظام توجيه ليزر، تمام، وهذا النظام يعني بيقول لك تضرب الصاروخ وتسيبه هو هيكمل مسيرته لانه صاروخ ذكي. كمان بيتركب عليها وجاي معاها في الصفقة صواريخ جو 92 اسمه AIM 92 ستينجر ده بيستخدم للدفاعات ضد المروحيات والطائرات بدون طيار المسيرة. كمان بيركب عليها صواريخ هيدرا 70 ده موجهة وتستخدم لاستهداف تجمعات العدو والمنشآت الأرضية وتجمعات البوليساريو الموجودين في معسكرات تندوف أو على الحدود. طبعا المغرب عمره ما هيتعدى الحدود وهيدخل يضرب جوه الجزائر، هو هيستناهم أما يخشوا أو يحاولوا يخشوا، هيتم اصطيادهم زي الفيران إن شاء الله. التكنولوجيا والأنظمة اللي موجودة على الطيارة دي إيه؟ عليها نظام رادار اسمه لونج بو. اللونج بو دوت يعني هو اللي هو FCR، وده كنترول رادار، ده بيمكنه تتبع 128 هدف في وقت واحد وتحديد أولويات التهديدات تلقائيا. يعني ممكن يرصد 128 بوليساريو في وقت واحد ويشوف بقى هل هنضرب ده ولا نضرب ده.
طيب يسمح الاباتشي باطلاق الصواريخ من غير ما يعني يكشف الموقع بالكامل، يعني مجرد ان بيحدد المواقع على الرادار بتاعها ويطلق الصواريخ بتوصل للمواقع وهو يروح يكمل على منطقة اخرى او عملية اخرى من العمليات الميدانية. فيها نظام رؤية ليلية وحرارية، تمام، اسمه M-TADS، تمام، وبقية الرقم بتاعه PNVS، تمام. الجهاز ده رؤية ليلية وحرارية. يعني ايه حرارية؟ يعني لو واحد ببروساريو عنده دور برد، واخد بالك، حرارته هتزيد، يبان بسرعة قدام الرادار ويبقى أول واحد هياخدها إن شاء الله. تمام. يحسن القدرة على القتال في الليل والظروف الجوية الصعبة. يعني لو في عاصفة وفي رمال أو في حرب الرمال. الله، ايه ده؟ ايه اللي جاب حرب الرمال دلوقتي؟ ده الحلقة التانية جاية لها ان شاء الله، جايين لكم فيها بإذن الله. بيساعد الطيارين كمان على استهداف الأعداء بدقة عبر تقنيات التصوير الحراري والليزري، أنظمة تشويش وحماية إلكترونية عشان يعمل تشويش على أنظمة العدو. تشمل بقى مستشعرات تحذير من الصواريخ وأنظمة تشويش ضد الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء. يعني لو اتضرب عليها صاروخ بتطلع كمية من المتفجرات الصغيرة، تمام، تفجر الصاروخ قبل ما يوصل لها، زي بالظبط نظام الحماية اللي موجود على طيارة الرئيس الأمريكي وطيارة الرئيس المصري، على فكرة فيها نفس النظام، رئيس عبد الفتاح السيسي. السرعة القصوى بتاعت الطيارة دي اللي بتساعدها بقى على قدرة المرونة والمناورة 300 كيلو في الساعة، بيمنحها قدرة عالية جدا على تنفيذ عمليات الهجوم والانسحاب السريع. المدى العملياتي بتاعها، الطيارة دي ممكن تطير 480 كيلو دون إعادة تزود بالوقود، مع خزانات وقود إضافية يمكن أن تصل إلى 1900 كيلو متر مدى. كمان عندها قدرة على العمل في بيئات مختلفة، يعني مصممة للعمل في البيئات الصحراوية والجبلية، مما بيجعلها مناسبة جدا لمهام في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتندوف وشمال أفريقيا عموما يعني. تمام. 3. دور الأباتشي دي إيه بقى؟ بتعمل إيه في العمليات العسكرية؟ بتستخدم في عدة مهام رئيسية، منها الدعم الجوي القريب، يعني وتوفير الحماية للقوات البرية خلال المعارك. تمام. مكافحة المركبات والمدرعات بفضل صواريخ هيل فاير، تعتبر سلاح فعال ضد الدبابات والعربات المصفحة. تمام. بتستطيع اصطياد الطيارات بدون طيار، ويمكنها الاشتباك مع الدرونز المعدية لحماية القوات البرية. كمان بتستخدم في الاستطلاع والهجوم العميق، انها ممكن توصل، قلت لكم المدى بتاعها يوصل لغاية 1900 كيلو. عمليات هجومية ضد أراضي العدو بناء على معلومات استخباراتية. بس طبعا المغرب عمره ما هاجم ولا عمره هيهاجم حد. المغرب بيدافع عن نفسه من اعتداءات موجودة من 1979 لغاية النهاردة، يعني 50 سنة، 5 عقود من الزمن، والمغرب بيدافع وليس يهاجم. حماية القواعد والمطارات العسكرية من التهديدات الأرضية والجوية. تمام. يعني في الآخر كده الأباتشي دي AH-64E تعتبر المروحية الأكثر تقدما في فئتها، حيث تجمع ما بين السرعة، القوة النارية وقوة النيران والصواريخ اللي بتركب عليها، التكنولوجيا الحديثة، مرونة في التشغيل، ووصولها لجيش المغرب، موجودة في المغرب والسعودية والإمارات ومصر. ده بيشكل بالتأكيد تعزيز القوة الجوية وضمان التفوق في المعارك الحديثة. طيب تعال نتكلم بقى على الإنفاق العسكري. الجزائر رفعت إنفاقها العسكري في مستوى قياسي بلغ 3.3 تريليون دينار جزائري، يعني حوالي 25 مليار دولار. ده بيمثل تقريبا خمس إجمالي ميزانية البلاد للسنة. يعني هم ميزانيتهم 125 مليار دولار في السنة، 25 مليار منهم رايحين للتسليح. ايه الصفقات السلاح اللي هم جابوها؟ جابوا يعني بيتعاقدوا على مقاتلات سخوي 57. الجزائر اعلنت عنها وقالت انها هتستلم الجيل الخامس من الطائرات السو 57 من روسيا. بس هم مش واخدين بالهم
ان في قانون اسمه كاتسا. يعني القانون ده امريكا هتوقع عقوبات عليه. مصر اتنازلت عن الطياره 35 سخوي 35 عشان لا تقع تحت سيف العقوبات الامريكيه. يمكن الرئيس عبد المجيد تبون ما يعرفش. طيب والله بامانه يعني ومن محب للجزائر، يا سياده الرئيس عبد المجيد تبون، خلي بالك الطائرات السخوي 57 والسخوي 35 تخضع لقانون العقوبات الامريكي كاتسا اللي طلع في 2018، اللي بيعاقب الدول التي بتشتري سلاح من روسيا، خاصة السلاح المتقدم. فمش عارف، يعني لو انت مش عارف والله بجد انا ممكن ابعت ايميل للسفارة الجزائرية هنا في واشنطن واقول لهم الكلام ده، يعني نصيحة بأمانة. يعني مفيش معلومات كتير عن بقية الصفقات السلاح اللي تعاقدت عليها الجزائر، لكن هي بيتكلموا على مروحيات هجومية ومعدات نقل ثقيل زي المروحيات نقل الثقيل من طراز مي 26 الروسية. الخطوات دي بتأتي في إطار سعي الجزائر لتعزيز قدراتها يعني العسكرية في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة. طب ما انتوا اللي عاملين التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة، انتوا اللي عاملين ده. يعني انت بتصرف خمس ميزانية بلدك اللي أصلا عنده مشاكل اقتصادية ضخمة عشان تزود ترسانة سلاح عشان تحارب دولة جارة. سبحان الله، فعلا العقل نعمة. طيب ده كان يعني طبعا انا مش هقول لك بقيه الصفقات المغربيه، انا عندي بيان بكامل الصفقات، حوالي 9 صفقات، لكن طبعا ممكن تكون دي معلومات لا يريد المغرب ان يفصح عنها، وبالتاكيد انا مش هكون واحد من الناس اللي انا بنتقدهم اللي بيتكلموا على تفاصيل الصفقات السلاحيه صفقات السلاح العسكريه للدول. طيب ده كده كان يعني تقرير بسيط تمام ومباركة لاخواتي في المغرب على زيادة قدرات وفعاليات سلاح الجو الملكي المغربي، وبالتأكيد عندما تكون المغرب قوية نكون أيضا نحن أقوياء، ويمكن مين عارف أن تشارك هذه القوات مع قوات عربية لحماية وطننا العربي في المستقبل القريب. ده كانت حلقتي معاكم النهاردة. بجهز لكم حلقة للإمعة معتز مطر، خروف الإخوان بيتكلم عن خرفان المغرب، بس خرفان المغرب دول خرفان بيتضحى بيهم في العيد، لكن خرفان الإخوان خرفان آدمية موجودة في وسطينا. قال كلام ما يتقالش على المغرب، وأمير المؤمنين الملك محمد السادس لازم يترد عليه، فأنا هرد عليه في الفيديو اللي جاي النهاردة. انتظروني في غضون ساعة إن شاء الله، هيكون فيه رد على الإمعة معتز مطر وتحدي له أن يرد. أنا موجود هوا، كل شغلي هوا، لو عاوز أدخله، ولو له الحجة يحاجني بالحجة، لكن أنا عارف طبعا عمر الإخوان وخرفانهم ما كان عندهم حجة أبدا في كلامهم. انتظروا الفيديو القادم والرد على إمعة الإخوان. على فكرة هو مش إخوان، ده أصلا فاسق، بس هو بيقبض من الإخوان. إمعة الإخوان معتز مطر. تحياتي. برنامج طريق المعرفة من إنتاج قناة من أمريكا، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية. يمكنكم التواصل مع القناة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الآتية: للأسئلة والمقترحات من خلال بريد القناة mac@minamerica.com.